يعطيكم العافية جميعا. اليوم السيارة اللي معانا جديدة بالكامل، مشهورة، إلها اسم. بتنافس ما بتنافس، هذا القرار عندكم. بآخر الفيديو يا ريت تجاوبوني على هذا السؤال وكلكم تعرفوا مين منافسها الرئيسي. السيارة اللي معانا هي اللينكن نافيجيتر الجديدة كليا. وبسم الله بنبدأ بالشكل الخارجي. طبعا السيارة تم تغيير شكلها بشكل قوي جدا. اخذت دي ان ايه لينكن الجديد. بنشوف المقدمة الضخمة جدا مع الشبك الضخم جدا والإضاءة الادابتيف بيكسل القوية جدا والمتفاعلة. طبعا الفئة اللي معنا هي الريزيرف، فهي ليست اعلى فئة ولكن هي اكثر فئة مشهورة لانه سعرها مقارنة بالبريزيدنشال نوعا ما مقبول. بنحكي بتفاصيل الاسعار لاحقا. الشبك الامامي ماخذين تصميم المجوهرات او الجوري بحيث انه يعطيك فخامه ويعطيك اناقه. الريزيرف تتميز بوجود الكروم وبكثره، حتى الشعار الجانبي تاع النافيجيتر بالكروم. حكينا عن الاضاءه. طبعا السياره انظمه الامان والسلامه ضخمه جدا وقويه جدا. السياره فيها كل شيء. لما نطلع ونسوق السياره بنعطيكم تفاصيل اكثر. الرنجات على فئه الريزيرف طبعا 22 انش، حتى على فئه البريزيدنشال بتكون 22 انش، ولكن البريزيدنشال بتكون بتصميم نوعا ما مختلف، عصبي اكثر، واللون بيكون اسود. هاي السياره من مقطع الجانبي، وهاي اللغة التصميمية أو هذا الديزاين الجديد اللي صار متوفر على كل سيارات لينكن. إذا بتلاحظوا هاي الخطوط موجودة. إذا بنروح على المقطع الخلفي بيستمر معنا التصميم الجديد لل LED والإضاءة الخلفية، والحلو فيها أنها مستمرة من اليمين لليسار بشكل جدا جميل. أكثر إشي مميز من باللينكن نافيجيتر الجديدة هو نظام اللينكن سبليت. زي ما انتم شايفين جزء من الباب بيفتح للأعلى والجزء الثاني بنزل للأسفل بشكل يعطيك اكسس افضل ويعطيك امكانيه استخدامات افضل. بتقدر تسويها طاوله هاي هون وامورك بالسليم. بالنسبه لفئه عفوا، بالنسبه سعه التخزين تبدا من 600 لتر تقريبا وتصل ل 3030 لتر وتعتبر ضخمه جدا. حساسات خلفيه، كاميرات 360، الدخول من دون مفتاح. مفتاح اللينكن النافيجيتر الجديد هو نفسه مفتاح الرابتر، هو نفسه المفتاح القديم، ما تم عليه أي تغيير. فتح وإقفال وتشغيل عن بعد وفتح الصندوق الخلفي. ميكانيكيا هو محرك الرابتر، ولكن خلينا نورجيكم إياه عشان تكون الصورة عندكم واضحة 100%. على فكرة بكرة والله تعالى أعلم رمضان، فكل عام وانتم بخير. مبدئيا 6 سلندر توين تيربو اللي هو الإيكو بوست، 440 حصان و691 نيوتن متر من عزم الدوران، مرتبط بناقل حركة من 10 سرعات. من أهم التغييرات اللي صارت على داخلية السيارة، طبعا هم مسمينها جديدة بالكامل، صراحة هي نفس الجير، نفس الشاسي، نفس الماكينة، ولكن بيعتبروها جديدة بالكامل. اللي هو الشاشة ال 48 انش اللي ممتدة من اليمين لليسار، وعندك الشاشة ال 11.1 انش الترفيهية الموجودة هون. طبعا هاي الشاشة مش تاتش، انت تتحكم فيها من هاي الشاشة. عجلة قيادة جديدة بالكامل مع الشورت كت اللي موجود للتحكم بمختلف الأمور. على فئة الريزيرف في عنا التحكم ب 24 وضعية لكرسي السائق، 22 وضعية لكرسي المرافق، تبريد وتدفئة ومساج للكراسي الأمامية. خلينا نروح على الكراسي الخلفية. ما في تغيير صراحة مقارنة بالجيل السابق إذا صح التعبير. على فئة الست كراسي بيكون في عندك شاشة 5.8 إنش موجودة بالمنتصف، تعطيك تحكم بمختلف الأمور. 14 يو اس بي ممتد على طول السيارة بشكل ممتاز. ففي عندك ساعات تخزين وعندك يو اس بي بكل مكان. نظام صوتي على فئة الريزيرف 28 سماعة.
زي ما انتم شايفين، يعني لما تحط ايدك على هذا المنطقة بتروح للشورت كات اللي بدك اياه، بتقدر انت تعير وتحط شو بدك شورت كات، فالتاتش ببين عندك هناك شايفين، ونفس الاشي هون. الشاشة مقسومة إلى نصفين، النصف اللي هونيك الجهة بتقدر تتحكم فيه عن طريق الشاشة الترفيهية، بتقدر تختار شو بدك تغير، شو بدك تشكل بشكل سهل وبسيط. فتحات التكييف التحكم فيها إلكترونيا، وهي من الشغلات الجديدة إنه تتحكم إلكترونيا، ما في طريقة تحكم يدوي. فبدك تروح على فتحات التكييف، بتقدر في عندهم شورت كات غير انك تلعب فيهم هيك، مثلا تقدر تخليهم انهم يضربوا الوجه او يبعدوا عن وجه الراكب، او تقدر انت بشكل يدوي تحركهم. يعني في ناس بتحب هالقصص، في ناس ما بتحبها. الجير البيانو مستمر معانا مع اللينك النافيجيتر. هاي عندك الكريستال عشان ترفع وتعلي الصوت، وضعيات القيادة المختلفة، وعندك الاوتو ستوب اوتو ستارت اللي من يومين اعلنوا انهم رح يلغوه، امريكا اعلنت رح تلغيه. وعندك زي ما حكينا بتعلي الصوت والطيب. هون عندك التحكم بالجير، يعني يعني الجير يعني تنزل جير وبتزيد جير اذا كنت حاطه انت على المانيوال. وهون عندك المساعد على الاصطفاف، ساعات تخزين وايرلس شارج والبورتس، وساعات تخزين. ما في ثلاجة ولكن في ساعات تخزين ضخمة جدا. وفي عندك المفروض هون يكون في عطور ولكن مش موجود، فيه 3 روائح. نطلع ونسوق السيارة ونكمل شرح. طبعا الابواب مش شفط. يلا بسم الله، بنبدأ قيادتنا للنافيجيتر الجديدة كليا، وبندخل على صلب الموضوع. سعر السيارة الريزيرف بحدود 420 ألف درهم، أما فئة البريزيدنشال 450 ألف درهم تقريبا. بحطها بالنسبة للسعر بمنافسة جدا قوية مع السكيليد، يعني فهي تعتبر بتنافس من حيث السعر. نعم، من حيث الفخامة الموضوع، انا في بالجيل السابق حكيتها لما صورت النافيجيتر، بحسها وهي كذلك، ولكن بحسها اف 150 مسكره، مع انه هي يعني بتتشارك مع الاف 150 بقاعده العجلات، ولكن كتصميم بتحسها اف 150 مسكره. أه، السياره فخمه، السياره كبيره، السياره مريحه، نظام التعليق فيها متفاعل، الهدوء فيها ممتاز. ولكن بتنافس يا اخي. يعني يمكن لو الوان تانية غير هاي الالوان اللي معاي تبين فخامة السيارة من الداخل اكتر. يمكن لو معاي فئة البريزيدنشال ممكن احسها افخم. الجيل السابق من الامام صراحة بحسه عصبي اكثر، هون حاسس السيارة صارت ناعمة، القصة الامامية معطيتها نعومة اكثر. سابقا او الجيل السابق صراحة كان عصبي اكثر، ومعطيها هيك وهرة أمامية أكثر. من الخلف صراحة التصميم الجديد جدا عاجبني، جدا جميل مقارنة بالجيل السابق. من حيث القيادة السيارة ما تغير فيها إشي، نظام التعليق نفسه. أنظمة الأمان والسلامة تحدثت وبشكل جدا قوي، نظام الترفيه تحدث، الشاشات الموجودة تحدثت. السيارة فيها كل إشي بخطر على بالك، من حساسات لمثبت سرعة لرادار تفاعلي، لتنبيه شواخص المرورية، التنبيه من اللي بيقطعوا الطريق، المساعد على الاصطفاف. ذكاء ضخم جدا موجود بالنافيجيتر. وزي ما عودتنا فورد دائما عندك اللي هو الدخول بالكود، حتى لو مفتاحك جوا السيارة انت حافظ الكود، بتشغل بتفتح السيارة وامورك بالسليم. المحرك قوي، ما فيش حامله طبعا، محرك معروف ما يعني بغنى عن التعريف المحرك. آه، الصوت طبعا بالاخير انت راكب 6 سلندر، فالصوت مش زي ال8 سلندر.
ولكن بتفوز على المنافسين بالسعر. السيارة سعرها مقارنة بالمنافسين ممتاز جدا جدا جدا، يعني نسبة وتناسبا شو بتاخد مقابل السعر السيارة معطيتك وزيادة. وبعدين كل مجتمع وله وجهة نظر معينة تجاه النافيجيتر. بعض المجتمعات تعتبر سيارة الفخامة وسيارة المافيا وسيارة المهمات الشخصية المهمة، وفي بعض المجتمعات سيارة البيت اللي بتسوقها يا بسوقها الدراول يا بسوقها أهل البيت واللي بتقضي المشاوير العائلية فيها. فكمان المجتمع بيلعب دور لشو شو هي السيارة أو مين بتمثل السيارة. فيها حيل فيها حيل، محرك ما شاء الله جبار يا أخي، محرك هذا أثبت جدارته وبقوة. وبهاي المعلومة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا مع اللينكن نافيجيتر. بتمنى أكون أعطيتكم شرح كامل عن السيارة. التغييرات بسيطة مقارنة بالجيل السابق، ولكن حبينا نشارككم بالموضوع ونعطيكم الصافي. ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، انستغرام وفيسبوك ويوتيوب. أخوكم حامد الدعور، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم.